بالنسبة إلى تركيا فأهدافها تختلف عن بقية الدول، لأنه تركيا هي الدولة الوحيدة بحوضي دجلة والفرات ما عندها مصدر للطاقة، فلذلك هي تحتاج أنه تستعمل المياه كمصدر للطاقة وتفاوض به دول الجوار. يعني احنا اذا نشوف المشاريع التركية ايش قد يريدون يجمعون مي، دا يجمعون اكثر من ما يحتاجوه اكثر من 3 مرات. يجمعون 192 بليون متر مكعب، مصروفهم هو بحدود 85 بليون متر مكعب، فالفائض يحاولون انه يقايضون به دول الجوار ويستعملوه ايضا كسلاح لتنفيذ اللي يردوه. وهذا استعملوه سنة 87 مع سوريا، بحيث سوريا نازلت عن كثير من الأراضي لهم وسلمتهم المناوئين إلى النظام التركي وسلمتهم أوجلان بوقتها، وأيضا أغلقت كل معسكرات تدريب الأكراد هناك. فهم بالنسبة إلى الحكومة التركية أهدافهم مختلفة، وهذه بالنسبة لخصنا إحنا أنه يحاولون يقايضون المياه بالنفط والغاز. احنا حكومتنا المفروض تستعمل، وانا قلتها قبل شوية بالمؤتمر، انه لازم نستعمل هذا الشيء بالعكس للتفاوض معهم ضدهم. يعني القضية الامنية تهمهم جدا، فلذلك احنا لازم نستغل هذه القضية ضدهم مو وياهم علينا. والشيء الآخر التجارة، يعني احنا نستورد بلايين الدولارات من البضائع من تركيا، واكو عشرات الشركات التركية تشتغل على مشاريع كبيرة بالعراق. هذه المفروض احنا نستغلها ضدهم حتى نحصل اللي يريده من الحصص المائية للعراق. شكرا.